سؤال لازم حد يجاوب الناس عليه. مين اللي اقترح على محمد هاني يخش يشوط ضربة الجزاء؟ احنا بقالنا بالظبط كده بنشجع الاهلي بقالنا يجي 50 60 سنة. انا عمري ما شفت محمد هاني شاط ضربة الجزاء. كولر قال له شوط ضربة الجزاء، مش فاهم يعني. انت من دماغك حد مثلا قاعد من الاداره كده قال له خلي محمد هاني عشان محمد هاني ناشي وعايزين ربنا يكرمه وبتاع؟ مين اللي الضوء الاخضر لبيرسي تاو يلعب 90 دقيقه؟ اغلى صفقه افريقيه في تاريخ النادي الاهلي ما بيقدرش يقف على رجله. اتفرج على الراجل في الملعب. انت مش قلت قبل كده ان كولر مش كوتش لاسباب كتيره جدا. تيشيرت تقيل، والاهلي اي لعيب يا جماعه هيلبس تيشيرت النادي الاهلي هيبقى وضعه مختلف وشكله مختلف واداؤه في الملعب مختلف. لو جبنا عم حارس هيخلي الاهلي يتعادل مع سان داونز. هو ايه الفكره ان انا اجيب كوتش؟ ان انا ابقى شايف ان اللعيب ده يستحق يلعب في النادي الاهلي او لا. حد من الناس مقتنع ان بيرسي تاو يلعب 90 دقيقه؟ ايه الفكره عندك يا محمد هاني ان انت تشوط ضربه جزاء؟ يا جدعان ده احنا بنلعب في افريقيا يا جماعه. يا عم احمد يا عبد القادر يلي شويه الحبشتكنات دول يخشوا على اي حد غير جمهور النادي الاهلي. انت تلعب سموحه، تلعب المصري، تلعب في اي حته، انما النادي الاهلي فريق تقيل قوي يا جماعه. بص يا كابتن، الكوره دي مش عايزه حاجه، مش عايزه سنده، ده عايزه حطه. لكن الكابتن احمد عبد القادر عشان يطلع الكوره دي من رجله لازم يحط لها بالجاتوه والحلويات والقطايف واللطايف، واحنا اللي نحاسب. والله العظيم مش مستحمله. وبعدين انا رايح اجيب لعيب ب 2 مليون دولار عشان يبقى سنيد في الملعب، ويا ريت سنيد ده عنده 190 سنه يا حبيبي اللي قاعد بره. الراجل معلق محاليل عشان يلعب مع النادي الاهلي. النهارده بيلعب سبعه في الملعب. خرج احمد عبد القادر وخرج بيرسي تاو، خرج اليو ديانج. اصل احنا وضع النادي الاهلي غير، وضع النادي الاهلي مختلف. النادي الاهلي مش ما بنطبطبش على حد يا ابني يا حبيبي. احنا يا كولر احنا ما بنطبطبش مهما كنت انت كوتش مدير فني اي اللي عايز يقول، احنا ما بنطبطبش. الجول الاخير ده بقى الراجل ياسر ابراهيم تحس ان هو ما بيلعبش في الاهلي، ملوش دعوه. شايف محمد عبد المنعم واقع وبيحاول ينام ويقوم وهو بيتفرج عليه، بيستنى محمد عبد المنعم عشان محمد عبد المنعم ايه يعني بص الكوره هنا يا جماعه اهي، الكوره جت في العرض، محمد عبد المنعم حاول يطلعها ما عرفش. قاعد محمد عبد المنعم يقوم وياسر ابراهيم اساسا مش موجود في اللقطه خالص. ادي ياسر ابراهيم بص يا جماعه اساسا عشان يروح كان الراجل حط الكوره في الجون وخلاص والموضوع خلص. لازم النادي الاهلي يشوف له حل بسرعه. الراجل بيرسي تاو ده وجوده جوه النادي الاهلي كارثه كرويه يا جدعان، مش هينفع.